عايز تكسب 11,000 جنيه في الشهر من الشهادات الجديدة اللي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر. هقولك على الطريقة وإزاي تختار ما بين الشهادتين. خليني أقولك إنه طبعا مفيش أضمن من الشهادات دلوقتي، خاصة إنك بتضمن إن فلوسك جاية وبزيادة، لا هتتأخر ولا هتدفع عليها ضرائب. كلنا عارفين إن البنك الأهلي وبنك مصر طرحوا شهادات جديدة، الأولى بفايدة 23.5% وده لو هتاخد العائد كل شهر، والتانية بفايدة 27% لو هتاخد العائد في نهاية المدة اللي هي سنة. طب يا ترى هو إيه الفرق بين شهادات الادخار اللي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر بعائد 27% سنوياً و23.5% شهرياً؟ ولو معايا مبلغ كبير أختار أي شهادة في دول وليه؟ في البداية لازم تعرف إن شهادات الادخار الجديدة اللي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر من أفضل شهادات الادخار اللي اتطرحت في السوق المصرفي، وده لأن العائد هو الأعلى من وقت طرح الشهادات أصلاً. لو فاكرين آخر شهادات اتطرحت في يناير 2023 كانت شهادات ال 25%. أما بقى لو محتار تختار ما بين الشهادتين، فالخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد رد على السؤال اللي محير الملايين، وقال إن عائد شهادة ال 23.5% سنوياً اللي بيتم صرفه شهرياً يعني بيناسب أكتر كبار السن، أصحاب المعاشات واللي حابين يحسنوا ويزودوا الدخل الشهري بتاعهم. أما بقى بالنسبة للشهادات اللي بعائد 27% سنوياً وبيتصرف في نهاية المدة، بتكون مناسبة بشكل أكبر للشباب اللي حابين يستثمروا فلوسهم، خصوصاً إنهم هياخدوا عائد سنوي مرتفع ويقدروا يستفادوا بيه بعد كده. نيجي بقى للسؤال الأهم، وهو إنه لو أنا مش معايا مليون جنيه ومعايا فلوس على قدي، إزاي أقدر أستفيد من الشهادات دي؟ أنت مش محتاج أبداً تكون مليونير، وده لأن بنك مصر والأهلي حددوا فئات الشهادات الادخار الجديدة واللي بتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها. يعني أنت لو معاك فلوس، أي فلوس تقدر تستفيد بيهم. ولو حسبناها بالأرقام هنلاقي إن ال 600,000 في الشهادة الأولى هتكسبك في السنة الأولى حوالي 171,000 جنيه، يعني شهرياً هتقبض حوالي 11,000 جنيه. أما بقى الشهادة التانية فال100,000 مكسبها هيبقى 27,000 جنيه في نهاية المدة. ولو فرضنا مثلاً إنك معاك مليون جنيه وعاوز تستثمرها في شهادات 27%، فأنت هتضمن أرباح سنوية 270,000 جنيه وأنت في مكانك بدون ما تبذل أي مجهود ولا تخاطر بفلوسك. كمان البنك الأهلي المصري وبنك مصر حددوا طبيعة الأفراد اللي ممكن يستفيدوا من الشهادات دي، وهم الأفراد الطبيعيين والقسم من المصريين والأجانب. إزاي بقى أقدر أحصل على الشهادات دي من فروع البنك ولا إزاي بالظبط؟ البنكين حددوا طريقة شراء الشهادات دي بكل الطرق. أول طريقة إنك تروح أي فرع من فروع البنكين اللي منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية واللي تم طرحها بالفعل في البنوك. الطريقة الثانية هي إنك تقدر من تليفونك وإنت قاعد في البيت وبتتفرج على أي مسلسل تشتري الشهادات دي من خلال الإنترنت والموبايل البنكي. قولي بقى دلوقتي رأيك في الشهادات الجديدة، هل فكرت تقدم عليها؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.